بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. دي قناتي، لو أول مرة بتشوفوا القناة عندي أتمنى طبعا نشترك، وأتمنى كمان نتفاعل باللايك على الفيديو علشان إن شاء الله بإذن الله أول ما أنزل فيديو يبدأ يوصل لحضراتكم. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون فيه تفاصيل كتيره، فتابعوني بقى في فيديو النهارده. هنعمل ايه؟ هنوزن ان شاء الله. احنا النهارده كده العمر ال17، بس في العمر ال17 هقول لكم الوزن هيبقى معاكي قد ايه. بس احنا كده هنقول احنا قفلنا ال16 لان احنا لسه الصبح. تمام. فهنوزن برضو، هنشوف الاوزان معانا عامله ازاي، وهقول لكم الروتين اليومي برضو معايا في تنظيفي في الفراخ في البلكونه، علشان الناس برضو اللي بتربي في البلكونه في الحر ده انا بعمل ايه، وايه المكون اللي انا ببدا امسح بيه الارض. وكمان حاجه كمان هقول لكم هنحط ايه كمان في الميه ليهم، وخلطات ايه اللي احنا هنبدا نشتغل بيها. فتابعوني بقى في الفيديو ده. بس رجاء حابه بس من حضراتكم، ليه مفيش تفاعل على اللايك؟ يعني اللي بيخش على الفيديو ليه مش بيحط لي اللايك على الفيديو، علشان ابدا انزل لكم برده روتينات كتيره عن الفراخ دي. لو انتم ملاحظين انا ما بنزلش كل يوم عنها، بس شجعوني لو في تشجيع اكتر في القناه باللايك والتفاعل. صدقوني ان شاء الله باذن الله هنزل لكم كل يوم انا بعمل معاهم ايه. عايزه اقول لكم على حاجه، اللقطات اللي انتوا شايفينها دي انا مجمعه لكم كذا فيديو كده مع بعض، مصوره كده يعني ايام كده ورا بعض، وجمعته في فيديو واحد علشان انتوا برضو تستفادوا. اهم حاجه الميه يا حبايبي. خدوا بالكم من الميه اللي انتوا بتحطوها للفراخ. خلطات انا مانعه خالص، يعني من ساعه ما جبت الفراخ دي انا ما بعملش اي خلطه خالص على الاكل غير اعشاب بس. ما بحطش ولا بصل ولا توم ولا اي حاجه. شغلي كله عبارة عن أعشاب وكمان خلطات في المية اللي أنا بعملها. زي ما قلت لكم، إحنا مثلا لو هتشربي شاي بنعناع حطي، لو هتشربي نعناع حطي، أي حاجة بتعمليها ليكي في البيت حطي في المية عادي. أنا شغالة معاهم الصراحة بعصرة ليمون دايما، خل في المية دايما، ده اللي أنا بشتغل للفراخ بيه. بس هقول لكم برضو أنا بعمل إيه، لأن الجو حر جدا. تغيير المية باستمرار. الأكل ما بحطش أكل كتير خالص قدامهم كده زي ما انتم شايفين، لان زي ما قلت لكم كمان البلكونه عندي حر جدا. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اكون مظبطه بس الايه كل حاجه عندهم. كمان انا مش عندي، يعني انا مش مربيهم في عشه ولا حاجه. انا عامله عشه بسيطه خالص في البلكونه، بس بحاول ان انا ايه اضلل عليهم كده من الشمس. واول ما الشمس بقى بتبدا تروح بفتح المكان كله، وبخليهم كده المكان متفتح عندي. تمام. المشكلة بس في فصل الصيف اللي بتقابلك ايه درجات الحرارة، بس لان كمان الصيف السنة دي حر جدا جدا الصراحة. فالفراخ الصراحة مش مستحملة اي حاجة. بصوا بقى، عايزة اقول لكم اهوت هنا كده ببدأ ان انا انضف المكان وابدأ هشيل كل حاجة، وهوريكم دلوقتي انا بعمل ايه. انا حبيت برضو اوريكم ده كده كان روتين ليلي. بالليل برضو بغير لهم المية باستمرار، كل شوية بغير المية. وهوريكم دلوقتي بحط في المية ايه. والاكل بقى ببدا ازود الاكل من بالليل، انما طول النهار انا ما بزودش اكل ولا حاجه، هما شويه اكل كده بسيطه وخلاص قدامهم. انما بحب ازود الاكل بزوده من بالليل بس. هبدأ كده، هنشوف بقى هنعمل ايه. بصوا هنا انا بدأت ان انا اعلي او ارفع العشة عليهم، عشان خاطر برضو اتجنب، على الرغم ان اللمبة دي موفرة، بس برضو ممكن لما تشتغل كتير تبدأ تعمل سخونية. فما بشغلهاش. عايزة اقول لكم على حاجة، انا اللمبة دي بشغلها الساعة 9 بالليل لما الدنيا تبقى ضلمة خالص، ببدأ اشغلها لهم كده، بعمل عملية تجويع شوية، وكمان الفرخ بيقوم ياكل معايا بزيادة. المكون اللي انا بوريه لكم ده زيت النعناع، اشتريه. حابه تشتري الازازه دي تمام، حابه تشتري زيت نعناع من عند العطار هو يحطهولك تمام، بس ده زيت نعناع مركز. امسحي بيه. بصوا زي ما انتم شايفين، انا طبعا كل يوم بنقل الفراخ كده في جزء، واغسل المكان بتاعهم، وابدا كده ان انا ما بياخدش معايا ثواني الصراحه. وببدا ان انا اغسل بميه ساقعه، انا بغسل المكان بميه ساقعه كده، ازازه ميه ساقعه، بس مش المكان اللي الفراخ قاعده فيه. ببدأ كده من بعد الجزء ده، زي ما انتم شايفين انا الجزء اللي جوه غسلته وظبطت الدنيا، وبدأت ان انا رشيت رشة جير، ورشيت شوية تبن صغيرين، وشلت الشكاير زي ما انتم شايفين. انما من بعد بقى الجزء ده بجيب ازازة مية ساقعة من التلاجة، وبحط عليها شوية نعناع، وببدأ ان انا امسح المكان. هنا بقى جبت برضو ازازة مية من التلاجة، هبدأ ازود كده مية ساقعة للفراخ تشرب، وهبدأ كده هاملة نصها مية ساقعة ونصها مية من الحنفية.
ده اللي انا بعمله. وكنت حاطه لهم اصلا ليمونه كده في الميه برضو ليهم يبداوا يشربوا. ببدا كده ان انا ازود ميه اهو زي ما انتم شايفين، وهبدا ان انا اعصر عليها نص ليمونه، وهبدا على طول انزل بيها للفراخ بقى تشرب، وهبدا اقدم الاكل بتاعي علشان يبداوا ياكلوا. اهو هبدا كده هنخش كده ان ايه، ظبطت كده، عملت برضو دليله عليهم من فوق كده شويه، وابدا بقى ان انا ايه احط لهم الميه والاكل. اهم حاجه تظبيط درجات الحراره، والدنيا تكون متظبطه عندك. الفراخ جسمها سخن وفي نهجان جامد، انزلي على طول بحبايه ريفو. حابه تحطي مكعب تلج واحد بس في الميه، ميه عاديه من الحنفيه تمام. حابه تعملي زي ما انا عملت نص كده ساقع ونص من الحنفيه برضو تمام، مفيش مشكله. هنا بقى في المرحله دي لازم تعلي الاكل كده ليهم، يعني ما ينفعش ان الاكل يبقى مستوى الارض. انا حابه كده الفرخ معاكي يقوم ويشب وياكل كده. شايفين مستوى الاكل، وكمان بدات ارفع من الميه كده مستواها شويه. لو عندك برام او عندك طوبتين او عندك كرسي اللي هو الكراسي الصغيره دي، هتبقى حلوه جدا جدا معاكي. بس الصراحه انا يعني بمشي هنا على قد الامكانيات اللي موجوده هنا. حاجه كمان، المفروض ان العلافه دي تكبر، هي العلافه صغيره، المفروض ان انا اكبر العلافه شويه، وان شاء الله باذن الله هجيب علافه. الناس اللي هتقولي حطيتي ايه على العلف، انا برضو الصراحه حطيت اعشاب بسيطه خالص. في الوقت ده لو انت بتربي في مكان حلو كده وجيد التهويه، مفيش مشكله، حطي معلقه حلبه مطحونه. انا ممكن احط لهم الحلبه المطحونه دي بالليل، يعني انا اي خلطه بعملها ممكن هخليها بالليل شويه. معلقه صغيره حلبه على كيلو العلف، ابدا اقلبه كده وابدا احط. انا لسه باكل حبايبي علف بادي النهارده العمر ال17. شويه العلف هيخلصوا عندي، هبدا على طول اخش في الدرجه الثانيه. وقبل ما اخلص شويه العلف اللي عندي، هبدا اقلبهم شويه بادي على شويه ناني. تمام. احنا جبنا قد ايه؟ جبنا 8 كيلو. كل فرخه هياكل معايا كيلو من العلف البادي، وبعد كده هاكل الدرجه الثانيه اللي هي الناني. ان شاء الله في الايام اللي جايه كمان هندخل العيش ليهم بدري شويه، وهنعملها كتجربه برضو علشان نشوف بقى احنا وفرنا والدنيا ايه معانا. يعني انا ان شاء الله ناويه ادخل العيش كده معاكم في الايام اللي جايه. هقول لكم ان شاء الله في عمر قد ايه، واقول لكم برضو الوضع عندي ايه والفراخ شكلها عامله ازاي ان شاء الله باذن الله. تمام. عشان احنا الصراحه محتاجين برضو نوفر شويه في العلف. بس عايزه اقول لكم على حاجه، والله العظيم تربيه البيت نعمه. اما تربي لك ان شاء الله يا رب 5 فرخات نعمه. انا والله العظيم رحت اشتريت فرخه، لا انا بقى يعني بقى مش معقوله الاسعار اللي احنا شايفينها دي والاسعار دي. انما انا يبقى عندك حاجه في البيت، هتجيبي كيلو بكيلو، لا هيفرق معاكي. كيلو بكيلو اقصد علف، هيفرق معاكي. انما لما تروحي تشتري فرخه وجنبها شويه خضار، عايزالك 500 جنيه في ايديكي اقل حاجه. انما الفراخ لا، انصحك تجيبي وتربي حتى في عز الحر ده. المكان اللي انا بربي فيه ده حر جدا جدا، الفراخ مفرهده. بس انا بحاول على قد ما اقدر دايما بمسح المكان، ودايما ببخ المكان كده ببخاخه عندي برضو بميه وزيت نعناع كده من حوالين الفراخ. المهم ان انا ما بجيبش برضو ميه على جسم الفراخ عشان ما تتعبش مني ولا حاجه. تعالوا كده نوزن ونشوف الاوزان معانا وصلت لحد فين. في العمر ال17 المفروض الوزن يكون معاكي، المفروض في العمر ال17 يبقى مثلا 600 جرام او 630 جرام او 650 جرام. بس احنا بنقول ده بيكون متوسط الوزن. طبعا بنحتاج الوزن يكون ازيد من كده. تمام. هنبدأ بقى نظبط الميزانة اللي انا كنت حاطاها لهم في الارض. يعني هوزن بيها وكده. ظبطت الميزانة، اول واحدة معايا كده بدأت احطها على الميزانة. ما شاء الله ما شاء الله، الفرخ داخل على الكيلو اهو زي ما انتم شايفين. انا مش مسرعة الفيديو ولا حاجة اهو، زي ما انتم شايفين اهو، حتى يعتبر كيلو ما شاء الله. هنبدأ كده هنحط برضو فرخة على الميزانة كده، وهنبدأ نشوف الوزن معانا قد ايه. ده كده اهوت 750 جرام. الاوزان برضو مش كلها شبه بعضيها. هاخد كده فرخة كمان اخيرة هشوفها برضو معاكم. تمام. دي كده 900 جرام اهوت. زي ما قلت لكم الاوزان عندي بسم الله ما شاء الله. وده كان فيديو النهارده. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش حبايبي ادعموا القناه باللايك، علشان ان شاء الله اول ما انزل فيديو يبدا يوصل لحضراتكم. استنى طبعا تعليقاتكم الجميله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو بكره على خير. مع السلامه.